ايوه ريتا ولا حتى سبسي. شرايك تولع بابرا يا روح الماما؟ لا وين ولا بابرا تبي جواجي نوعية هذه، تبي مخيطو بانكيك بالشوكولاته زيك. قولي يا سمح، خوك باع السيارة على اساس بيقسم عليا فاتني في الطويل. تعرف انا ما بيش نقول التبة، لان الطقة صاحبي وحبيبي وعشرة عمر، فما خالي من التبة متاع الفقر هذا. قلب علي عينك. قولي شنو يصير فيك يا تاتا؟ هذا تو يجي التبة يتصرفوا وياه. تبة شكله مش في الاستراحة. شكله ايه قنين انت وياه، ما الامير مقام قدامكم مش عاجبكم. تبة مش لحمه ولحمه. ريتا هذا سبسي خلاه التبة. تعرف كان بابرا انا وخلاه جبهه بيكتي وانت صار. يا سكلوبه وراس العزيز فهمهم مين اللي مقعمز. ما تعرفوش هذا مني؟ رحمة خالي ما فهمت حاجة أنا. حتى أنا ولا ما فهمت هذا شنو. وراس العزيز قاعد قاعمز لي انت وياه، حاصل فيكم طول عمركم وراس العزوز ماكم كابرين. قاعمز لو فهمكم شنو هي الحكاية. ما تقوليش قاعد تدير. تو ليك ساعتين وانت تفترم، والله ما فهمت منك حاجه. شن نسكت. ارجوك يا عبد الرزاق، ارجوك، حالة ولدك معقده جدا، خليني نشوف شغلي. شنو معقده؟ شنو فاهم معقده يا راجل؟ نعيمة. نعم. خليك مع عبد الرزاق هذه. حاضر اخي حاضر. بيتعب بسرعة. تو نجيك يا بابا. بسرعة يا نعيمة. باهي تو نجيك. باهي بابا بسرعة. تيمو باين في مشكلة في القناة التبعية. معناها ولادي مشى فيه. مش بالمعنى هذا يا نعيمة، مش بالمعنى هذا. مع الأيام تو يتكلم مرة ثانية. كيف يتكلم مرة ثانية؟ الولد تلكمس خلاص. أنا اللي يمكن أسكت على الموضوع هذا، لازم نعرض على طبيب نفسي. هذه هذا تبي
قولي لها تبي بلفتي تاكل تبي دير قدام الإنسان قولي لها دعينا. تربح يا عبد الرزاق، واسكت وخلي خالة يعالجه بالطريقة اللي هو يراها مناسبة. وبعدين موضوعنا هذا ردوا بانكم يطلع برا. المحسية هلبة أبدا، وش مامتية هلبة أبدا. خلاص طلعوني من هنا، خلوا خالة يعالجه. هو الحمد لله من يوم ما جانا للحوش واحنا في قمة السعادة. الحمد لله الحمد لله. بلادي بغادي بادي دادي بلادي بادي البشارة يا أستاذ، راهي إنسان مروحت. وطي صوتك يا بلو، احنا في شركة. ما تصدقش يا أستاذ قداش فرحانة، صاحبتي لي هلا ما شفتهاش، طحشتها هلبة. تغير لي يسمع يقول حق. المهم شو صار في الموضوع اللي كلفتك بيه؟ لا تمام وافقوا لها على المشروع، وقالوا لها لازم تمر على إدارة التخطيط بتاع الشركة العالمية أيام وقعوا لها العقد. يا أستاذ اطمن يا برنس. قامزي حاضر. موضوع شنو شركة منو؟ شو صار في الموضوع اللي كلفتك بيه حصلة؟ موضوع الخطبة. توا طلعت لك حصلة يا أستاذ. والله بصراحة أنا قلت لها، قالت لي أنا مش فاضية توا نفكر ونرد عليك. وهي قديش مرة تبي تفكر؟ والله اللي يبي الورد يتحمل شوكة. والله ما في شوكة غيرك. معقولة مكلفك بموضوع باش تجيبها الطريق ومش عارفة تديريه؟ هذه آخر لك مرة. الجاية نبي نسمع موضوع يسر الخاطر ويفرح القلب. حاضر يا أستاذ. هذا الصح، هيك الشغل، هيك الخدمة على وصولها. والله من حساب الموضوع بيتم بسرعة هادي، الوقت يدري ويلزمك تدري قبله يا باشا. عندك الحق من الناحية هذه، اللي عندك الحق. الوقت الحالي اخطب واجري ومتوري عشك لحد. خلاص خلال شهر تكون البضاعة وصل الميناء. كلم صاحبك وقت المخزن بتاعه والعمال. بوليس الشحن هذه شو يصير فيها؟ اعتبرها جاهزة وعندك، سلم مستلم يا معلم. كل شيء على نظافة يا غالي، أهم حاجة الصلاحية بس. الصلاحية وتاريخ الإنتاج وسائر المفعول. مسكين المفعول به خلاه على الله وخلاص. أيوه بركة. هذا كله صار لما نوج الفقرة هي في تركيا. عندك الحق، وجه فقر كانت تعيش بك في تركيا. والله يا ولادي كان مش من خالك وخيك راح فيها. سيمو هي ملا منه. شنو سيمو خيرك؟ ما خيرني شيء. تو خلي وين ما قابلنيش هو. لا مسكين وخي في مشاكله وفي شغله. فكرت ما حكيت لكمش شنو صار. ماما تعرفين امك كيف روحين يصفروا تعبين، مش وقتها. بدي نصفر واحد بلا لا تقولي يا مش الفيلم. قولي لنا يا مش وقتنا. بنقول مش خالكم لقى ولده. ولقى شنو ولقى؟ صاحب اخوي لقاه فرقة حاله. حمكم شهبان فتش من هنا وهنا لين عرفه وين عايش ومع مني وعرف حتى شنو اسمه. الحمد لله يا ربي. ما تصورش قداش فرحت لي خالي. صح شنو اسمه ولد خالي؟ هو قالوا في الورق اسمه عبد الله، لكن هيك يضبح عليه تبه ولا شنو هي والله ما نعرفها اولادي. تبه ولد خالي. ان شاء الله تعرفها. لا ما نعرفهاش ونسمع به، لكن قالوا وحيد اقسم بالله لطيف. خلاص امال ايام نقول لي خالي جيبها يعيش معانا، شو رايك؟ حق بالله عليك يا ماما، كلمي خليه يجيبها هنا، خليه يعيش معانا. كذا يجي يعيش معانا. تبه انا مليح حبيبي والله يا تبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. رداوي كيف حالك خولتي؟ وين الرقابة كانت مقطوعة؟ خدمة وفي خدمة، حتى الوقت ما عاد ساد بك. كلنا في الهوا سوا يا سيدي. هي قعمز احكي لنا على خدمة شنية تاعك هاي. يا الله وين قاعد مستريح وتفضل ولا شاهي ولا قهوة وتعال احكي لي. بنحكي لك على الابيض ولا شيء؟ نجيبوا لك قهوة ونجيبوا لك شاهي ونجيبوا لك أحلى فطور. هذا الصح. بعدين انا فاطر اصلا طالع من العوش 100 شبعان. باي صحتين وعافية ان شاء الله. سلمك يا غالي. واسمع جايك في موضوع متحشم منك انا راه. ان شاء الله خير. والله ما هناك الا الخير. انا كنت مداير حسبة وطلعت لي حسبة ثانية. ما فهمتش، فهمني.
معنى كلامي اليومين هذا شوف لي فلوس يا راجل، محتاج فلوس، عندي التزام لازم نخلصه يا راجل. منين يا حسن انت تشوف الشركه كيف بدها تدور العجله والبركه فيك؟ قال حسابي عبودة حتى نص المبلغ كيف نتحرك حتى انا يا راجل. يصير خير يصير خير. ايش قال بيه بتربح باهي ورص عبودة ضروري ان شاء الله ان شاء الله. نستأذنك. غرق ولا اشرب قهوتك يا راجل. صحتين على قلبك، عندي موعد مستعجل شوي. تمام. ايش قال بيه وراس عبودة؟ ان شاء الله خير ان شاء الله خير. وعليك السلام ورحمه الله. يطلع لي حتى هذا ثاني. تفضل. شكرا يا ستي. الحمد لله على السلامة، والأهم جدا باش نبارك لك بنجاحك في المؤتمر واختيار مقترح مشروعك باش تنفذ الشركة العالمية. ما شاء الله عليك، باين عندك معلومات تامة. سلم العصفورة، بدل انت ماكش هوينة عندي واخبارك تهمني، وخاصة نحن خاشين بزنس واحد. شكرا لك استاذ حسن، والله انا لولا رعايتك ودعمك ليا ما كنتش نقدر نوصل لهذا كله. لا ما تقولي شك، هذا واجب، وخاصة لوحدة عندها طموح باش تولي سيدة أعمال مرموقة. بالمناسبة أنا عندي ندير لكم زيارة في البيت، ها شنو رايك؟ مرحبا بك، تشرف وتأنس. خلاص ما الخميس جاي نسيبكم. هو تمام، لكن فاجأتني الصراحة. حياتي كلها مفاجآت، لكم مفاجآت صار. ها تشرب لنا قهوة ولا عندك نية تخليها الخميس الجاي في عشقك؟ اسمع انت وياه، تعرف القصه اللي حكيها لكم ورسلة زي تطلع بيناتكم رصاص، راني ليه بنبدا حي بعتالي يا راجل. قصدي معناها الطقه ولد عمتك وهو ولد خالك. شراك براسي قصه من الاخير. لكن في فرق كبير يا اخوي بين التبه البنداق الراجل الزعيم وبين الطقه الكذاب هذا كاي، ومع هذا راهو الحق ما خشتش راسي. تو راس العزوز انت اللي مش خاش لي راس، تو بالله عليك ترقص فيها من بكري ولا كيف انت؟ قولي مره تقولي الطقه 100 وطلع فيها انا فقري، لكن رغم هذا كله ولا وراس العزوز اللي يوصل فيه الطقه راس لما قصول. واللي دار فيك يا اخي قصدي تروبين باسمك تشنكيش على دارك بيمشي هيك وخلاص. حط حاجه في راسك بس، حقي انا والميقو ما يضيعش، قلتها لك يا ودي حقهم ما يضيعش، عندي انا وراس العزوز عندي، لكن حاجه واحده تعرفوني ما نحبهاش، راه اللكلك الزايد والدواء الزايد راه خلاص تم يقلم باي خلاص نوض سطر بيك وراسك انت وياي، نوض روح لي عندي مندير. هيا وراس العزوز هيا راو دماغي خليتوه خلاص راه شنو هذا؟ طقه ولد عبدي لا حتى نسيبه. ميقو اطلع يا ميقو اطلع بالروح هاي ميقو، حتى الفيديو ما صارش منا ميقو. حلو شكله هربة. احنا بنحب ناكل دم الفراخ بتاعتك اللي احنا ما بنشوفهاش، فالنهارده عندنا فرخه شربينيه. هنعملها ازاي؟ انا مش عارف، هم قالوا الشربيه هو بيعملها، ولكن ده انا ما اعرفش جت منين او راحت فين، الله اعلم. عندي فرخه سليمه يا نصين حسب الرغبه، ممكن احشيها كلها ممكن اعمل تغيير. صباح الخير. صباح الخيرات على اخي الغالي، تم الصبح حتى الظهر قريب جدا. تدي نومه حتى الرياضه الصباحيه ما درتهاش، حتى النوامه يا اخي باهيه ما دام ما عندك ما تدير. تنام كيف يا اختي نعيمه كيف؟ النوم هذا ضيعت عليه موعد مهم مع الراجل. فكرتني في صاحبك، حكا شن صار فيه؟ شن صار في موضوع العروسه قصدي؟ عروسه ها؟ شنو يا خال بديرها خدفت ولا شنو؟ ومن ورانا عروستني اللي تحكي عليها هذه، امك تحكي على واحد صاحبي. يا خال ما نفرحوش بيك وما نديرلكش عرس مقوم ونقيموها بيك يا راجل. لا الموضوع هذا محاوله من دماغي من زمان، من انت تغيرك خالك لا هي في البزنس بس، يا ريت غنعرف شنو هو البزنس. هو البزنس يا نعيمه يتوقف على الشخص اللي معك واللي مقابلك، يا يكون معبي وتعلق فيه يا بريس وتلصقه في الحيط. اما انت ولد طالع اللي خالك مضبوط. اما لا تلتين خال والخال والد. لا طلع لنا شيء طقه في بنا طرف واحد بس يا مامتي. انا نستدنكم، انا عندي اولاد مش نطق فيه. امال حتى انت بزنس؟ انت بزنس وانت صادقه، انت بزنس حطيتها في قفص ومنع مني وبنمشي نشوفها. طقه نبيك في موضوع. حشيشتي اللي مورايا موضوع شنو؟ انت توغل برا وبعدين تعال انا احكي لك بالتفصيل على طول. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. ندير له القهوه مره؟ لا ما عنديش نيه. من خيرك من اللي جيت وانت ساكت،
لا كلام لا سلام. شنو متضايق؟ والله حسيت روحي متضايق شويه، قلت خلينا نزور خوي شعبان ونشوف ايش صار فيه بعد الجري والعناد هذا. لا الحمد لله تقدر تقول الامور عانت، نصف الموضوع قطعناه والباقي عليك انت يا رزوقه. كيف علي انا؟ الموضوع يبي تقعميزه ويبي ناس تفهم وتقدر تاخذ وتعطي معاه. نسيبك مصطفى، وش ندخل نسيبي مصطفى في الموضوع؟ مش هو ابو الولد ولا؟ با والولد طلعت له ورثه من جده من امه، معناها الولد لازم تكون عنده اوراق، رقم وطني وشهاده ميلاد والحاله الاجتماعيه، شهاده الحاله الاجتماعيه بتاعها. ها ملكين. اما نسيبي مصطفى هذا الريح تحطب له صح. لا تحطب له الريح، لا تحطب له المطر، هذه ورثه الولد. انت ومالك ولا يبيك يا اخوي شعبان. طقه خارك مش علي بعضك. والله تبي الحق انا الجواب مشيش معاك. عادي تو تعود عليه الجواب هو. شو تبيني قلت لي نبيك في موضوع مهم. ايه فكرتني الاستاذ حسن. خير. بصراحه ناوي يدير زياره لحوشكم ويبيك انت توقف معاه. والله الحوش حوشه وشنو يبيني نوقف معاه؟ يدير عركه مع ابوي ولا شنو؟ بصراحه هيك على حسب ما فهمت من كلامه انه جاي ناوي يشوف اختك. اختي؟ عليه هو خيرك بشوي عليك، هو ناوي يخطب اختك من بوك. قولي لي هيك ما هو تو موضوع هنا يبدا شنو في حاجه حلوه. عرفتي والله شوفي ما عندناش معاه مشكله نوقفوا معاه، اهم حاجه حوش بروحها دهب حرير، وطبعا اللي بيوقف معاه سياره وشويه فلوس. خلاص مال هاك عارف كل شيء والماير. معناها نعتمد عليك طقه. تم كل شيء في السليم، سلم واستلم. اسمع انا القهوه يا قعدت لي فم كبدي. شوفي لنا حاجه ناكلوها. قصدي قول انت شنو خاطرك فيه؟ والله يا حاجه نتاع بحركي جمبري قرنيه حركه، تعرف انت الجو غالي والطلب رخيص شويه بس. ابدا يا نعيمه ما تقنعنيش بالكلام بتاعك انا ابدا. حاول معه يا عبد الرزاق، انا من الصبح حاول تقنعه. ما بيقنعني. كيف الكلام هذا يا راجل؟ الولد ولدك لازم تملى ورقيه وتسجل معك في الكتيب. ابدا انا لا يمكن تسجل واحد بتاع مشاكل معي في الكتيب. انت بيقول علي الناس راهو حرام عليك يا خيي، هذا ولادك من لحمك ودمك. ونقول لك حاجه، راهو بعدين انت تبي تحرمه حتى من ورثه جده. ورثه جده؟ يا ترى اللي جده ورثه؟ ايه في ورثه كبيره ما شاء الله، وجده رحمه الله عليه ما عندهاش الا ولدك بس. الله يرحمك عادل بدوري تدعجت انتم. الحمد لله ربي اشترنا. المدة دي تنهي يعني اكترات ولا تنهي؟ ما شاء الله خيرات، اراضي، عقارات، فلوس في البنك، تعويضات الدولة. الله يرحمك عادل بدوري. بالله عليك عبد الرزاق ارفعني ولدي اشتحت نبي نضمن تدري. يا ولدي انا اللي عندي قلته ما نقعدش نعاود في الدوة. هو يدبر راسه، شوف راسه يشوف روحه. خلاص من بكري تعودوا في نفس الكلام يا ولاد. خلاص صفي قلبك يا غالي، خلينا ننظموا الامور يا رجل. اللي فات مات، احنا ولاد اليوم. الكلام هذا ما تقولوش لي انا، قولها للطقه. انا نبي نعرف حاجه واحده بس، شنو هو اللي درتهولك باش تحبسني؟ انت معقوله تحبسني في دار مع الفيران والزقرلو؟ انت مش فاهمني يا والله ماك فاهمني. انا اللي درته ولي مصلحتك انت، لان عارفك بتعاود الدول التبه انت اللي بتنضر. خلاص يا ولاد خلاص عاد، روحنا اصحاب زمان، راه خيرنا عاد. هو خاش علينا جديد، انا ما نعرفوش اصلا من فصله من الاخير. هيا عاد نرجعوا يدينا يدين بعض، غنضموا الامور خيرنا. اسمعوا يا ولاد بالتريس، انا الجو اللي انتم فيه الخماضه يعني مانيش خاش فيها بكره. ترى هو دي قلب اسود يا راجل، دي قلب اسود نعرفه من داخل من الصافي يا راجل، تفكني منه. صبر يا طقه تو يصفى قلبه. هيا عادي غالي نضموا الامور، ورانا فريره ورانا بضاعه ورانا حاجات يا ولاد. هيا ايه رايك؟ يعني بارك الله فيك على الجو اللي درته منور. خيرنا عاد صحاب احنا شنو. اهلا وسهلا، كيف الحال سيد حسن؟ شو اخبارك؟ اهلا، كيف الامور؟ شو تحبوا تشربوا؟ شوف استاذ طارق تفضل. والله حاجه تفجرها. نعم؟ حاجه سخونه هيك. عندنا شاي بالنعناع افضل. تمام مليح. تمام.
دقيقة بالله ما قلتش استاذ حسن شنو تبي؟ استاذ حسن زبوننا نعرفوه نشوف تمام تمام ان شاء الله. ما شاء الله يعرفوك، انا حتى شنو تشرب يعرفوك والله. انا زبون، انا تركت لي فتره على القهوه. اي ما شاء الله. قول لي يا طارق شو صار الموضوع؟ موضوع شنو؟ البوم الغني اللي بتسجل. واللي صح عليك تتفكر فيه. لا الامور طيبه ماشي الدنيا ما ندور حاجه. شوف يا طارق، انا نوع انسان يحب يساعد الشخص اللي عنده طموح وعنده هدف يحققه زي انت. ما تدورش يا اخوي، خذها في 8. 8 شهر 8 كويس مناسب، تقدر تبدا من تو. تمام عطل شمال. نور صح. هذا شنو يا هذا هو شكله. لا ما مشيش معاه. يطلب حاجه ثانيه عندنا عصير طبيعي؟ لا خلاها مره ثانيه ان شاء الله. باقي براحتك، خلاص لما تجهز تقدر تتصل بي. خلاص تمام الامور. تمام. قلت بالك عطل علي. لا في يومين 3 تلقاني تمت لك كل شيء في الشنطه. خلاص سلم لي على الوالد. تمام. شل حكاية عايلة وفيها ألف حكاية غير شل حكاية عايلة وفيها ألف حكاية، فيها البسمة وفيها الدمع وفيها المنسم هو الغاية، فيها اللي جايب وطيها خير وشر حوس عليها، عايلة وفيها ألف حكاية وانت تسأل شل حكاية. شل حكاية شوفوا القصة اللي تمسها يطلع حسة، شل حكاية شوفوا القصة اللي تمسها يطلع حسة، أما البزنس وعلى خوته يخنس ديما يفرس فالفلوس يكدس، وهم متلخبط في افكاره كلهم متداري محتاره، واللي ما تعرفش احواله واللي يغني عليه موال.